يا باشمهندس احمد، لو قصيت من هنا حلو. هل هتطلع زياده كثافه؟ هتطلع هنا 4 اغصان، تمام. 4 اغصان متفردين، تمام. اللي هي هنا كمان. هنا بقى لو طيب قصيت انا لو قصيت كده من هنا هيطلع لك 20 غصن. شايف الاوراق هنا تمام. متقاربه، كثافه الاوراق دي هتطلع من هنا كل فوق ورقه هيطلع غصن، غصن. تمام. فهنا في كثافه اللي هي ورده الاوراق، تمام. هنا في كثافه اللي هي فوق العجله دي، تمام. فانا مش عايز الكثافه، انا عايز 4 اغصان متفردين، فاهمني؟ فاقص تحت العجله هنا واضحه اكتر، تمام. ما اقصش هنا، اقص هنا هتديني 4 اغصان كل واحد، لان حتى الاوراق متباعده، تمام. فده غصن هيروح المنطقه دي، وغصن هيجي هنا، وغصن هيجي هنا متفردين. انما لما اقص فوق العجله، حلو الكلام، هتطلع 20. يعني انت هنا احنا عدينا بالظبط كم غصن؟ 6 حبات، اكتر من 6 حبات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، غير دول اللي طالعين، تمام. 10 اللي هي زي ما قلت لكم عليها هنا. انما قصوا تحت العجله بشويه وتكون في اوراق كده، الاوراق هتيجي 4 اغصان حلوين جدا، تمام. وصلت يا معلم؟ طيب لو انا عايز نقص دي من تحت، لا ما تقصش دي بقى من تحت، ما تقصش دي من تحت، لا ده المفروض يتقص من هنا بقى كده. بس خلاص انت عملت لها دورة تقليم، بس هي محتاجه تظبيط بس بسيط، تمام. ما نحط لها سماد، ما نحط لها لا دلوقتي لا، ما تحط لها اي حاجه دلوقتي. لا السمات، هي الشجره امورها تمام ممتازه جدا. لما يجي عليك البراد اللي هو كمان شهرين، بدايه من شهر 10 ميلادي لحد شهر 3 تقدر تسميتها سماد عضوي. كتر الميه تحت منيها ما بيضرها برضو الوسط طبعا، زياده الميه بتعمل اعفان في الجذور يا معلم، تمام. الله يبارك لكم.